شم النسيم يعني فسيخ، واحنا عملنا مع بعض اجمل فسيخ القمر اللي انتوا شايفينه ده. واللي ما شافش الفيديو فايته كتير، هبقى اسيبهولكوا في صندوق الوصف عشان تشوفوه. طبعا مع الفسيخ فيه ايه؟ اجمل رنجة. انا بقى النهارده جاي اقولك على وصفتين حلوين جدا للرنجة. تاني وصفة اللي هي دي كتير منكم ما يعرفهاش، هخليكي تعملي رنجة وطعمها حلو جدا جدا وجميلة. وكمان احنا مش فاضيين بقى نقعد ننضف في البوتاجاز، هقولك ازاي تشوي الرنجة الحلوة الجميلة دي من غير ما توسخي بوتاجازك، ويفضل نضيف وحلو وجميل وزي الفل. يلا بقى بينا بسرعة اقولك هعمل ايه. عشان اشوي الرنجة من غير ما بهدل البوتاجاز بتاعي، بجيب صينية او طاسة كبيرة بحط فيها الرنجة على النار واسيبها كده تتشوي. كل اللي هيبقى فيها من زيوت هينزل في الطاسة هنا زي ما انتوا شايفين كده، ومش هيبهدلي البوتاجاز عشان احنا بقى في عيد بقى ومش فاضيين نقعد كل شوية ننضف. بصوا هي بتتفتح لوحدها وبتستوي كده وبتبقى جميلة. هي يا دوبك بس بتاخد تشويحة من كل جنب بتلاقيها فتحت، وبقت سهلة معاكي كمان ان انتي ايه تقطعيها وتخليها. شايفين بقى كل الدهون اللي نزلت دي نزلت في الطاسة، هتغسلي بس الطاسة ويبقى البوتاجاز زي الفل. بعد ما هاخدهم كده هوت هبتدي بقى ايه اخليهم من الشوك ومن سلسلة الشوك دي. وكمان هشيل المعدة بتاعتها ولو فيها بطروق بشيله. وببتدي بقى ايه كده انضفها واروقها. انا هنضف واحدة وهفتفتها عشان الوصفة التانية اللي هقولكوا عليها. الرنجة طبعا تقدري تعمليها بحاجات كتير جدا. هنا انا خليتها وببتدي بقى اشيل منها كل الشوك وبفتتها، دي عايزاها متفتتة تمام كده. ودي بقى الرنجية اللي احنا عارفينها العادية اللي احنا بنخليها عادي خالص. برضو بجيب المقص وافتحها كده من البطن، سهلة قوي. وبحط كده ايدي فيها وافتحها بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. بشيل بقى البطروخ، هو كان البطروخ بتاعها ناعم بس كان جميل. وكانت عدبة مش مالحة، وكانت حلوة قوي. شوفوا سلسلة الشوك كده بتطلع منها بكل سهولة ازاي. واي شوك كده رفيع بشيله. هو الحلو صراحة في الرنجة ان هي لو فيها شوك صغير ولا حاجة موجود واتاكل مش بيأثر ولا بيعمل اي حاجة. انا هنا بقطعها كده وبعدين بشيل الجلدة منها من كل حتة، عشان ممكن وانا بشيل الجلدة بالطول كده تروح متفرفتة مني ومتقطعة. انا عاوزاها شرايح كده زي ما انتوا شايفين. دي بقى مفيش اسهل منها، اتقطعت وتشال منها الجلد بتاعها. نعمل لها بقى طبق حلو كده شكله جميل زي ما انتوا شايفين. مقطعه معاها بصل وفلفل وطماطم. ما بتحتاجش اي حاجة غير ان هي يتعصر عليها عصرة ليمون كده حلوة جميلة، وكمان رشة بسيطة كده من الزيت. ولو انتي حابة تحطي عليها برضو رشة من الطحينة بتبقى روعة حلوة قوي. دي سهلة وبسيطة. تعالوا بقى اقول لكم بقى على الوصفة التانية هحتاج لها ايه. هحتاج هنا شوية زيت في طاسة، وهكون محضرة شوية كده من الثوم المفروم. يا دوبك هشوحهم في الاول كده، واكون مجهزة فلفل الوان. ما عندكيش فلفل الوان، فلفل اخضر حار او بارد زي ما تحبي. برضو هقلبه كده تقليبة بسيطة لغاية لما الثوم معايا ياخد لون دهبي كده حلو، ما يغمقش قوي عشان ما يغيرليش الطعم. تمام كده. الفلفل دبل معايا وكمان التومة اخدت لون. جبت بقى ايه الطماطم اللي متقطعة مكعبات كده زي ما انتوا شايفين. بروح مشوحاها برضو معاهم كده شوية وبقلبها. بحط عليها رشة بسيطة من الفلفل الأسمر، وكمان رشة من الكمون، ورشة بسيطة جدا جدا من الملح. أنا هنا حطيت ملح لأنها كانت معايا عدبة، لكن لو هي مالحة معاكي ما تحطيش ملح خالص. ولو انتي قلقانة يعني مش عارفة تميزي الدنيا هتبقى ماشية معاكي ازاي، حطي الرنجة وبعد ما تحطيها قرري اذا كنتي هتحطي ملح ولا مش هتحطي. وهي في معظم الاوقات مش هتحتاج معاكي ملح، يبقى فلفل اسمر ورشة كمون. حطيت لها كده شوية من المية صغيرين ربع كوباية، يا دوبك كده تغلي شوية والطماطم تدبل معايا. بكون جايبة بقى الرنجة اللي انا فتتها وشلت منها الشوك، هقلبها كده معاه يا دوبك تبتدي تغلي بس. مش هسويها، هي مستوية مفيهاش اي حاجة، تاخد بس غلوة كده وتطلع معايا. الرنجة دي بأمانة طعمها حلو جدا جدا جدا، مختلفة خالص خالص عن الرنجة اللي انتي بتاكليها كأنها سلطة رنجة مع الخضار كده وتتقطع مع السلطة، او تاكليها بالطحينة بس. حاجة تانية. بصي انا عملت الطبقين دول،
كل واحدة فيهم ليها طعم مختلف تاني خالص، والاتنين اجمل من بعض. شايفين الجمال؟ شايفين حلاوة الطبق؟ تحفة، بيتكلم عن نفسه كده. عايزين بقى ايه؟ شوية عيش كده حلوين، وناكل بقى الرنجة والفسيخ الحلو اللي احنا عملناه. لو انتي ما عملتيش الفسيخ على طريقتي، فانتي احب اقولك معلش بقى، انتي فايتك كتير جدا. هسيبلك الفيديو في صندوق الوصف علشان خاطر تبقي تدخلي على اللينك ده وتشوفي الفيديو الفسيخ، تعمليه دلوقتي في شم النسيم او في اي وقت. حلو ورائع وهيبقى مضمون 100%. بصوا بقى الطبق الحلو ده اتعمل في 5 دقايق. يبقى عندك كده الرنجة شكلها مختلف وطعمها كمان مختلف، حلو قوي قوي. والناس اللي مش بتحب بقى تفضل تفصص وتعمل في الرنجة، فدي جميلة قوي، هتغمزها كده بالعيش، حلوة جميلة جدا جدا جدا. مفيش اسهل من كده ولا اجمل من كده. يلا بقى جربوها وادخلوا عندي في الكومنت وقولولي ايه رأيكم فيها، واللي بيعملها يكتب لي ويقول ان هو بيعملها. اشوفكم بخير، سلام.